كلنا بيجي علينا وقت كده بنبقى عايزين ناكل حاجة حلوة بس تكون مش مكلفة في نفس الوقت تكون سهلة جدا. يعني انا عايزة اكل حاجة حلوة دلوقتي على طول. النهارده بقى جايه اقول لكم على وصفه مفيش اسهل بجد منها ولا ابسط منها. بصوا تشوفوا شكلها كده يعني تقولوا ان هي فيها حوارات وبتاع، بس بجد دي سهله جدا جدا وطعمها رهيب، طعمها حلو قوي قوي قوي. تعالوا اقول لكم بقى على الطريقه وبس. اهم حاجه اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك والكومنتات. يلا انزلوا على طول اعملوا اللايك. بصي بقى يا ست الكل، هنجيب باكو بسكوت اوريو. متهيألي ان هو ده بس اللي هنبقى شاريينه من بره، يعني باقي المكونات كلها موجوده في البيت. بصي بقى، هنشيل بسكوتيه على جنب هنحتاجها دلوقتي، وباقي الباكو كله هنحطه في اي قالب فخار عندك كده يكون حجمه صغير، وهنكسره بالشكل ده. وكمان تقدري تعمليه في اي قالب صغير مش شرط فخار، ماشي. هنكسره كده صغير وهننزل عليه بنص كوبايه من اللبن، وكمان حطيت معلقه كبيره من الكاكاو الخام بس ما تصورتش، وهنحط كمان معلقه سكر كبيره، وهنحط معلقه دقيق تكون كبيره، ونص معلقه صغيره من بيكنج باودر، وكمان معلقه زيت كبيره. وهنقلب كل الميكس ده مع بعض كويس جدا جدا، بحيث ان مبقاش فيه اي تكتلات ولا دقيق ولا اي حاجه باينه من الكلام ده كله. وكمان السكر كده يدوب معانا. هكتب لكم برضو كل المقادير في الفيديو بحيث ان انتوا تقدروا تنفذوها على طول، المقادير تبقى مكتوبه قدامكم. تمام. اهم حاجه برضو زي ما قلت لكم تقلبوا كويس قوي 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 الميكس بتاعك الحلو كده، علشان بصوا زي ما انتم شايفين في تكتلات كده صغيره احنا مش عايزينها. تمام. السكر يختفي والدقيق يختفي وكل حاجه تبقى تمام. هنجيب بقى بعد ما قلبنا كويس البسكوتيه اللي احنا كنا شايلينها على جنب كده ونحطها في النص. تمام. عملت طبعا هنا طاجن وطاجن، يعني قلبين كده، واحد ليا واحد لجوزي. ما انا لازم ادلع نفسي برضو. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت الحاجه حلوه دي بالليل خالص، برضو كان نفسي ياكل حاجه حلوه وقمت عملتها له ثواني، يعني خدتش وقت خالص. ولعت بقى الفرن من تحت ودرجه حراره متوسطه على الشبكه زي ما انتم شايفين، والارتفاع بتاعها بصوا بقى جميل جدا. سبتها في الفرن علشان كانت لسه عايزه سوا شويه، وقلت بقى اظبط لها صوص شوكولاته كده احطه على الوش برده بحيث ان يديها طعم احلى وشكل برده حلو. ده صوص شوكولاته انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، حلو جدا جدا، بعمله وبقدر احتفظ بيه لمده اسبوع معايا في التلاجة، ما بيحصلوش اي حاجه خالص. تمام. هنا خلاص بصوا خرجت من الفرن، بحيث بقى ايه قلت اشكشكها كده علشان تاخد من طعم صوص الشوكولاته اللي هحطه عليها ايه، يدخل كده جوه اعماق الكيكه. بصوا شكشكتها كده بالخله، وبعد كده حطيت صوص الشوكولاته. عايزه اقول لكم هنا كمان حاجه، لو انتوا مش عايزين بقى تعملوا صوص شوكولاته والكلام ده كله وما عندكمش، تقدروا تجيبوا اي شوكولاتايه عندكم وتسيحوها في الميكرويف. انا هنا برضو عملت كده، يعني بحيث عندي صوص شوكولاته وكان عندي برضو شوكولاتايه بالبندق كده اللي هي الجلاكسي دي، اخدتها وسيحتها كده في الميكرويف لفه بسيطه وسيحت معايا. وقلت بقى احط الميكس صوص الشوكولاته والشوكولاتايه على بعض ويعملوا ميكس جامد قوي، وحطيتهم برضو ايه على الوش كده. ما لازم تتصرفي كده، لازم برضو تدلعي نفسك. بصوا حطيتها بقى البندق كده، الشوكولاتيه اصلا كانت بالبندق، فالبندق الصغنون ده هو كان في الشوكولاتيه اصلا، يعني فاهمين. تقدروا بقى تحطوا اي حاجه عليها، لو عندكم الشوكولاته اللي هي الدارك دي برضو ممكن تبشروها وتحطوها على الوش. يعني اعملوا ابداعوا يا جماعه، لازم تبدعوا كده، انتوا تدلعوا نفسكم برضه. بصوا الجمال، حلوه جدا بجد، خطيره، لازم تجربوها، تستاهل التجربه. بصوا مرتفعه جدا، ودي وحده الاوريو اللي احنا حطيناها كده في النص عشان ايه تقرمش كده معانا برضو. بصوا حلوه قوي قوي قوي، تستاهل التجربه بجد. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. اهم حاجه ودي اهم حاجه، اللي يجرب اي حاجه يرجع يقول لي. انا قلت لكم كذا مره انا بفرح جدا لما بتجربوا حاجه وترجعوا تقولوا لي. هنا خلاص لغوصت الطاجن بتاع جوزي الحمد لله، وزعق لي قال لي روحي بقى كده ماما العبي في الطاجن بتاعك انتي. فرحت بقى ايه الطاجن بتاعي كده وقعدت بقى اصور منه. بصوا حلو جدا، جربوه قولوا لي رايكم كله في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد على خير، بحبكم جدا.